ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ نتغاضى عن صوتي اللي كله برد بس انا بقيت 3 ارباع السنه يا اما مشغوله يا اما عندي برد، فنحاول ان احنا نتلاشى الصوت ده تماما. النهارده هعمل معاكم ميك اب كامل ببراند واحده بس. البراند دي هي هتكون اكيد توقعته، شيجلام. على فكره شيجلام انا ما بعمل لهمش اعلانات عشان ما تفتكروش ان انا المنتجات ديت مبعوتالي وهقول لكم رايي فيها ان كل حاجه واو وجميله ورائعه. لا، انا كل المنتجات دي باين ان انا مستخدماها اصلا، بستخدمهم في معظم الوقت وفي الميك اب اليومي بتاعي. دايما ليه بختار شيجلام او بكلمكم عنها؟ لان شيجلام من البراندات اللي اسعارها قليله وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتها عاليه، والكواليتي بتاعتها بجد حلوه قوي. النهارده هجرب لكم معظم المنتجات الجديده، البودر بتاعتهم الجديده، الكونسيلر الجديد، الهايلايتر، الكونتور، كل الحاجات الجديده بتاعتهم. فعشان مرغيش كتير في المقدمه، يلا بينا عشان نبتدي. اول حاجه هبدا بيها هي الفاونديشن بتاعهم. الفاونديشن ده مش جديد، انا كنت استخدمته قبل كده، بس لما نزلت مصر حد من اصحابي قال لي ان هو عايز يجرب الفاونديشن ده، فلما خليته يجربه راح قالت لي ان هي عجبها قوي يعني الفاونديشن. فرحت قلت لها خلاص خديه وانا هشتري واحد تاني غيره بدل ما تطلبيه وتفضلي تستني وكده. فطلبت بقى لنفسي واحد ولسه ما فتحتوش، لان انا عندي اكتر من فاونديشن مفتوح. بحب قوي 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 الفاونديشن ده اهو. هو ده كده بيكون شكله. الفخامة بتاعت التغليف بتاعهم رهيبة، رهيبة بمعنى كلمة رهيبة. ودي درجتي بالظبط، ما شفتش اي درجة قبل كده نفس درجتي زي الفاونديشن ده. الدرجة بتاعته اسمها بوتر سكوتش. انا ما بحبش فاونديشن يكون التغطية بتاعته اعلى من كده، فالتغطية بتاعته بالنسبة لي بصراحة ممتازة. وهم كمان عندهم السبونجات بتاعتهم حلوة قوي قوي. يعني السبونج اللي انا ماسكاها دي كانوا جايين كده طقم مع بعض، كان تقريبا جاي فيه 5 بيوتي بلندر بكل الاشكال. دي اللي طلعت في ايدي. الفاونديشن ده ينفع للبشره العاديه والبشره الجافه. بيتهيألي مع الدهنيه مش هيبقى احسن حاجه، لان هو فاونديشن جلوي كده وبيديكي احساس ان انتي بشرتك مترطبه، وشكل بشرتك بيبقى حلو قوي قوي. وثباته ممتاز، ثباته تقريبا بيبقى في حدود ال8 ساعات. وحتى لما بيجي يروح بيروح بشكل حلو، يعني ما بيخشش في خطوط، ما بيدخلش في المسام، ما بيبينش ان بشرتك معجزه. في انواع فاونديشن كده تحسي ان بتبين البشره قد ايه انها معجزه، او ان شكل بشرتك وحش. لا، نفسي ما بثبتوش ببودر، بس لو انتي بشرتك بتبقى اويلي في اماكن معينه بيتهيالي ان انتي لازم تثبتيه ببودر. الفاونديشن ده التغطيه بتاعته متوسطه، والطبقه التانية بتاعته بتكون فوق المتوسطه بشويه، ما بيوصلش ان هو يبقى فول كفرج خالص. لا، زي ما انتوا شايفين كده، بصوا ده شكل بشرتي بعد ما دمجته. وشي جلام عاملين منه كمية الوان مش طبيعية بجد. الحاجة اللي بعد كده، انا كان عندي 2 كونسيلر من شي جلام. كان عندي الكونسيلر ده وعندي الكونسيلر ده. الاتنين بالنسبة لي احلى من بعض، حقيقي احلى من بعض. مش قادرة اقول مين فيهم احلى. بيقولوا ان ده بقى فيه منه اصدار جديد وبقى الفورمولا نفسها مش حلوة، بس انا معرفش، انا ده كان الاصدار القديم اللي عندي. الدرجة بتاعتي اسمها بيرلي شوجر، انما الدرجه بتاعتي في ده ساند، وساند بالنسبه لي فاتحه شويه. هوريها لكم دلوقتي. عايزه ابقى مثلا حاطه، هو كان في من هنا هو سفنجه، بس انا شلتها عشان انا ما بحبش انواع الكونسيلر اللي فيها سفنجه ابدا. ماشي. والكونسيلر ده انا كنت عملت لكم عنه ستوري قبل كده وقلت لكم ان هو بصوا نقطه واحده بس منه بتفرد جدا. وبالنسبه لي من الكونسيلرات اللي ما ينفعش ان انا استنى على دمجها، يعني لازم ان انتي تدمجيها بمجرد ما تحطيها على طول، لان انا بشرتي جافه جدا. يمكن لو حد بشرته دهنية يبقى بالنسبة له عادي. بصوا شايفين التغطية بتاعته من نقطة، يعني باقي النقطة اللي انا اخدتها من الكونسيلر من فوق لسه على صوابعي عادي. انا شلت السبونجة بتاعته، لان السبونجة بتاعته عاملة بالظبط نفس الفكرة بتاعت ميبلين ايدج روايند. الكونسيلر يفاجئك، يعني تبقي بتطلعي مثلا عايزة تطلعي نقطة في السبونجة، تفضلي تلفي تلفي عبال ما توصل تلاقي نفسك طلعتي كلكعة ومش عارفة توديها فين. فبحسه اهدار بصراحه للكونسيلر. فرحت شلتها على طول بعد ما عملت لكم الستوري بس عشان تشوفوا شكله. الكونسيلر ده من الكونسيلرات اللي التغطيه بتاعتها فوق المتوسطه، يعني من اول طبقه بيبقى فوق المتوسطه، تاني طبقه بتبقى فول كفرج. زي ما انتوا شايفين، بصوا بصوا عامل ازاي. هنا ممكن ازود نقطه صغيره. بصوا ده من النقطه برضو اللي انا اخدتها، انا ما زودتش اي حاجه. ولو هتلاحظوا او هتعيدوا الحته دي هتلاقوني ما قطعتش اي حاجه من الفيديو. فحقيقي جميل، بس هو بيدخل في الخطوط شويه لو ما ثبتهوش ببودر، فلازم ان انتي تثبتيه ببودر. بعد كده الكونتور اللي هجربه معاكم النهارده هو الكونتور ده كده بيكون شكله اسمه جولدن سان. مش الكونتور يبقى تقيل، محبش الكونتور يبقى كتير كمان، فبحط بس نقطه كده ونقطه كده وممكن نقطه كده، وعند الدقن من هنا
وعند القورة من هنا. مش محتاجة قوي كونتور عند القورة لاني اصلا قورتي صغيرة، بس يعني معلش ماشي. وبحب دايما ان انا ادمج الكونتور بايدي من هنا كده. عايزه اقول لكم انه من احلى انواع الكونتور السائل، الدرجه دي بالذات هي اسمها جولدن سان، بس هي تنفع جدا جدا ككونتور اكتر من ان هي كبرونزر، وما بينشفش بسرعه، يعني تقدري تاخدي وقتك في الدمج بتاعه عادي خالص، وثباته حلو قوي قوي وناعم على البشره. وحتى لو اتاخرتي شويه في دمجه ما تحسيش ان هو لطش او ان هو علم. يعني بصوا انا بحكي معاكم اهو وبدمجه بالراحة خالص وبصوابعي، يعني حتى ما استخدمتلوش فرشة مثلا. فحقيقي من الانواع اللي انا بحبها قوي قوي. فلو انتي بتدوري على كونتور كريمي يكون ثباته حلو وشكله حلو ودمجه سهل وفي نفس الوقت رخيص، انا برشح لك بتاع شي جلام. معايا 2 بلاشر من شي جلام، الدرجة الأولانية أو البلاشر الأولاني اللي هو ده بتاعهم. وكنت قلت قبل كده إن أنا محبتوش قوي، لأني أول ما تحطيه تحسي إن هو بيجمنت، بعد ما تدمجيه بشوية يمكن الدرجة اللي معايا كانت درجة فاتحة. الدرجة اللي معايا اسمها لوستر درجة 102، بس ما حبيتوش، حسيت انه شكله مش حلو. وبعد كده جبت الكونتور الكريمي الستيك ده، هو ده اللي انا هستخدمه معاكم النهارده. الكونتور ده انا حبيته جدا جدا جدا، او كونتور ايه، البلاشر ده انا حبيته جدا. بس هو كنت ماسكاه بالمشعلب، بس هو ثباته مش قوي، يعني ثباته مثلا في حدود ال3 ساعات وخلاص اهو. بصوا ده كده بيكون شكله، وفي من تحت كده زي اسمها ايه، فرشة عشان تدمجي بيها. بصوا ده انا مستخدماه لما قايله بس. ودي كده الفرشه جربتها مرتين او 3 وحسيت ان هي مش من الحاجات العمليه، يعني عامله زي الفرشه الكابوكي كده، فبتحرك الفاونديشن من تحتيها، فبحس انه يعني حل مش عملي. وكمان البلاشر ده من البلاشرات الحلوه قوي قوي لو انت هتستخدميه لوحده من غير ما تبقي حاطه حاجه من تحتيه، او حتى لو ما حطيتيش حاجه فوقيه. من البلاشرات اللي تنفع يوميه وبتخلي البشره شكلها حلو قوي. والدرجه بتاعته قمر، بس للاسف الدرجه بتاعته انا مش عارفاها. لا استنوا اهي، اسمها ويلد لاف. تمام، هسيب لكم برضو الدرجات في صندوق الوصف. قوي بلاشر فظيع، انا بحبه جدا. شايفين شكله، وبيدي زي احساس كده ان انتي حاطه هايلايت بس انتي تبقي مش حاطه، يعني شايفين اللمعه اللي في البشره. بحب البشره تبقى كده جدا جدا. نيجي بعد كده للحاجه اللي بعد كده، هي راحت فين راحت فين؟ ده كان اكتر حاجه انا متحمسه اني اتكلم عنها. اهو لقيته، هو الهايلايت، نفس فكره بالظبط الكونتور والبلاشر، هو بقى على شكل هايلايت سايل. الهايلايت ده اول ما جبته كنت حاسه ان البيجمنت بتاعه قوي، بس بعد ما استخدمته شويه حسيت ان الاضاءه بتاعته مش قويه قوي. هوريهولكوا دلوقتي، عشان انا من النوع الناس اللي بحب انور، يعني عارفين الهايلايت بالنسبه لي حياه اساسا. فانا من الناس اللي بتحب الهايلايت قوي قوي. بصوا شايفين، حاسه ان هو مش الهايلايت اللي يتقال عليه قوي بقى وبيجمنت وكده. يعني اول ما جبته كنت حاسه مثلا ان انا اديله 10/10، دلوقتي اديله 7/10. والهايلايت ده برضو ثباته مش قد كده، ثباته مثلا تقريبا في حدود ال3 ساعات وبرضو بيروح. بس للامانه يعني انا ما استخدمتش هايلايت ابدا ليكويد مهما كان براند ومهما كان نوعه، وحسيت ان هو بيثبت مثلا اكتر من 4 ساعات بالكتير. مش عارفه ليه الهايلايت من الحاجات اللي ما بتثبتش يعني. ممكن نعيد عليه تاني بالبيوتي بلندر مثلا، بس حاسه ان انا لا، يعني انا عايزه بيجمنت، مش عارفه. ممكن اعمله بصوابعي. انا مش عارفه ليه باصه في الكاميرا هنا بقى. عندي مرايه، والله معايا مرايه. دي المرايه اللي انا جبتها من موقع تيمو اللي هي بتنور. ف انا دلوقتي مش منوراها لاني قاعده قدام الشباك، فعشان كده يعني بصوا. وبعدين لما تيجي تدمجيه مكان صوابعك بيقطع، يعني مش عارفه ليه كده. لو هو فيه جليتر ولا لا، لا هو الجليتر بتاعه خفيف جدا جدا، يكاد يكون مش باين اصلا الجليتر. فيعني دي حاجه حلوه. نيجي بعد كده لاكتر حاجه حصل عليها جدال الفتره الاخيره، وهي البودر دي بتاعت شيجلام. اهي ده كده بيكون شكلها، اللي هي الهايدريتنج تاتش، اللي انتي اول ما بتلمسيها بتحسي ان هي الملمس بتاعها عامل زي الميه. هي بتيجي بالشكل ده كده وبتتفتح كده، عشان دي احسن حاجة فيها ان انتي ما تحسيش ان في بودرة بتطلع معاكي في كل مكان. البودر دي رأيي فيها، هي بجد اول ما بتلمسيها بتحسي ان الترطيب بتاعها عالي جدا، كأنك حطيتي مية فعلا على ايدك. انا هدمج الكونسيلر كويس، لاني قلت لكم قبل كده ان هو بيخش في الخطوط شوية، وهبتدي اثبت. البودر دي مبدئيا انا بالنسبه لي عجبتني، حبيتها.
حسيت ان هي ما بتنشفش ابدا ابدا تحت العين، وفي نفس الوقت كمان بتدي زي تنويرة كده لتحت العين. التنويرة بتاعتها حلوة قوي. هوريكم دلوقتي شكل المكان اللي اتثبت وشكل المكان اللي ما اتثبتش. بصوا، ما تحسوش ان هي نشفت تحت العين خالص يعني. فدي بجد من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها، لان انا عندي مشكله فظيعه مع البودر، واللي يعرفني هيعرف ان انا ما بشتريش بودر اصلا. بس التركية فيها بقى ان انتي بعد ما تاخدي منها ما تاخديش كميه كبيره. اولا تنفضي كده الاسبونجه، وبعد كده تحطي الزياده على ايدك بالمنظر ده، تعملي كده 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 كده، وتخلي الاسبونجه هي حاجه خفيفه خالص، وتبتدي ان انتي تثبتي مع بشرتي قوي، لان انا بشرتي جافه. بعد بجد ما بتحطيها على وشك بتحسي ان انت كانك حطيتي بودر وحطيتي بتاع ده اسمه ايه، فيكسنج سبراي. يعني كانك عملتي الاتنين، يعني ضيعتي ثبتي في نفس الوقت ضيعتي احساس البودر. بقى بيها وشي كله. انا حبيتها جدا جدا. لو انتي بشرتك جافه انا بنصحك بيها. بشرتك دهنيه لا، ما يتهيأليش ان هي هتنفع معاكي. بصوا اهي، وما طفتش اللمعه بتاعه البشره ولا اي حاجه خالص. يعني بصوا هنا وبصوا هنا، حاسه ان مفيش فرق كبير. ده كده بيكون شكل البشره. انا بالنسبه لي الفينش بتاع البشره دلوقتي عاجبني جدا جدا جدا. نيجي بعد كده بقى للحواجب. ده اهم بارت بالنسبه لي اصلا. بارت الحواجب ده اكتر حاجه بالنسبه لي مفضله في الحواجب، هي القلم ده. لو هتلاحظوا هتلاقوا ان الناحيه دي طايره، لان انا ما بستخدموش اصلا. انا ما بحبش قلمه الحواجب كده. انا بحب الناحيه الفلوماستر دي، وبحب ان انا ارسم بيها بقى شعره شعره. يعني هقرب لكم كده. الشمس ابتدت تعاند معانا، وشكلنا كده ايه مش هنعرف نكمل الفيديو، لان الشمس خلاص هتيجي في وشي دلوقتي. ماشي، بصوا بيرسم شعره شعره اهو اهو اهو. شايفين شكل الحاجب؟ بصوا الفرق بين ده وبين ده. وبعمل حاجب من هنا، حاجب ايه، بعمل شعر من هنا كده عشان يبين ان الشكل طبيعي خالص. اهو ده شكل الحاجب كده بعد ما اترسم. حلو جدا بالنسبه لي، اديله 1,000,000 من 10. الدرجه بتاعتي اسمها اسبريسو. الدرجه بتاعته مديه على جري غامق خالص. اكتر درجه مظبوطه عليا. انا بجيب منه بالتلاتة وبالاربعة بشيلهم معايا، عشان حقيقي خايفه ان هو يخلص. بعد كده نيجي للبالت بتاعه البرونزر والكونتور. الدرجه دي هي درجه الكونتور. النور ابتدى يروح، وانا كده هزعل قوي قوي، واعمل كده اهو عشان يطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. البالت دي البيجمنت بتاعها حلو قوي، وفي نفس الوقت كمان الدرجات فيها بتندمج بمنتهى السهولة، وشكل البشرة بيطلع حلو قوي معاها. انا بحبها جدا جدا. ودايما دايما لو انا مسافرة وعايزة اخد باليت واحدة فيها الباودر وفيها الكونتور وفيها البلاشر وفيها كل حاجة، باخد الباليت دي. الفرشة بتاعة الكونتور. نيجي بعد كده للفرشة بتاعة البرونزر، بتكون اتخن شوية. ماشي، وهاخد الدرجة دي للبرونزر، وشكله بيبقى جميل على البشرة، وبيدي كده دفى للبشرة بشكل حلو. فقرة الهايلايت. انا الهايلايت عندي من شي جلام كمية هايلايترات مش طبيعية. جبت من عندهم الهايلايتر ده والهايلايتر ده. ده كده بيكون شكلهم. الدرجة بتاعته اسمها بينكي، وده اللي هو الكريستال. ماشي، هما بيقولوا عليه ان هو زي موس هايلايت، ان هو مش باودر وفي نفس الوقت مش كريمي، حاجة كده في النص. وهو فعلا حاجة في النص. بصوا شايفين الدرجة عاملة ازاي؟ درجة رهيبة رهيبة. انا بحب الدرجة دي قوي، وبحب الدرجة دي برضو، بس اللي هو انا حبيت البينك اكتر. بصوا ده اللي هو بيقولوا عليه كريستال، وده اللي هو البينكي. انا هحط النهاردة البينك. الشمس ابتدت ترخم جدا. انتوا لو تلاحظوا ان انا جايبة كده عشان انا لو جيت هنا، شايفين شكلي عامل ازاي؟ شايفين الشمس عملت فيا ايه؟ العالم كله بيتحداني عشان ما اعملش فيديوهات منه كده. وهحط هنا. عايزه اقول لكم اني هايلايتر فظيع فظيع، وبيجمنت جدا وناعم جدا جدا، وشكله جميل. وبجد بجد تحسي نفسك ان انتي حاطه حاجه من هدى بيوتي، حاجه من فانتي بيوتي، حاجه كده يعني، حاجه غاليه، حاجه قيمه. فاهمين؟ مش حاجه كده وخلاص. انا حاسه ان انا حطيت النهارده تو ماتش هايلايت، بس الهايلايت ده عشقي يعني، بحبه قوي. وانا اسفه يعني عامل زي الميه بجد. بصوا شايفين الحاجه اللي بعد كده، وهي الباليت دي. ده كده بيكون شكلها. الالوان بتاعتها تجنن تجنن تجنن، وخصوصا الدرجه دي والدرجه دي والدرجه دي.
بعشقهم. بعشقهم دي كلمة قليلة. النهاردة مش عارفة، النهاردة اللوك اللي انا كنت محتاجاه كان محتاج حواجب عاملة كده شوية، مفرودة كده شوية، وحاولت اعملهم وبوظت حواجبي بوظان السنين، لحد ما قررت اني لا خلاص مش هلعب في حواجبي تاني. درجة خالص هستخدمها هي هتكون الدرجة البيج الفاتحة خالص دي، خدها بفرشة فلافي زي كده وهعمل كده. البالت دي مشكلتها الوحيدة ان هي بتعمل فول اوت كتير، بس يعني دي حاجة عادية خالص. دي هبتدي ان انا اعمل كده وهاخد الفرشة لبره كده، هسحب اللون لبره. استنوا بقى اقرب لكم، انا مش عارفه انا بعيده ليه. ماشي. وهفضل بقى اخد من اللون وازود، اخد من اللون وازود. هاخد فرشه اصغر شويه وهاخد الدرجه الاغمق شويه دي ميكس مع الدرجه البينك دي، يعني دي ودي. اللون لتحت اكتر، يعني مش هخلي اللون فوق كده، لا. زي دي كده هستخدم الدرجة البني دي، بس دي بقى هتكون على الكريز بالظبط. هحط اللون البني ده بطريقه مركزه بس على مرات كتير، يعني مش مره واحده عشان ما يبقعش وبعد كده ما تعرفيش تدمجيه. اول مره خالص حطيته بطريقه خفيفه وبدمج في نفس الوقت بالفرشه البنسل دي. فككم من صوت كارلا، كارلا عامله اخر دوشه واخر انزعاج بس مش مشكله. وبعد كده هفضل بقى اجيب الفرشه اللي هي كنت بدمج بيها اللونين مع بعض وابتدي ان انا ادمج اللون البني ده. بعد كده هحط كونسيلر كده بالطريقه دي، وهاخد اللون الشمري اللي وريته لكم ده وهملى بيه الجزء اللي انا حطيت فيه الكونسيلر كله عشان يكون اللون الشمري قوي. وبعد كده هرجع تاني اعيد باللون البني عشان يدي تحديده قويه كده. هستخدم الباليت دي من روبي روز، هي دي بس هي الوحيده اللي مش من شي ان، وهاخد منها الدرجه دي اهي كده. ده بيكون شكلها، هحطها بس في النص مش اكتر من كده. انا كان عندي جليتر من شي جلام بس حسيت ان مفيش ولا درجة منه هتليق. ماشي. وانا كنت عايزة حاجة جليتري قوي، يعني عندي الوان جليتر من عند شي ان بس حسيت ان مفيش ولا درجة منهم ممكن تديني الدرجة اللي انا عايزاها دي. اهم ده كده بيكون شكلهم. هما بيجوا في باكج واحدة بس، بيجوا في باكج مع بعض. بصوا هعمل لكم سواتش منهم. دي اول درجة زي ما انتوا شايفينها كده، لونها بني، الدرجة بتاعت البني بتاعتها شيك جدا جدا. ودي الدرجة دي اهي، دي ده كده بيكون شكلها. بصوا دي مدية على ذهبي اكتر، ماشي، ودي مدية على احمر. يعني دي انا حاسه اني عمري ما هستخدمها، مش عارفه ممكن استخدمها في لوك ايه، بس الدرجات حلوه جدا والجليتر بتاعهم قوي. بس انا النهارده كنت عايزه الجليتر يكون بالشكل ده. اشتريتش ابدا من عندهم لا ايلاينر، ولا اشتريت من عندهم قبل كده لا ماسكارا ولا ايلاينر ولا كحل، فانا ما عنديش منهم. فدول انا هستخدمهم كده من براندات تانية. وهحاول ان انا اعمل حركه عين العروسه دي لانها طالعه موضه جدا جدا، وهي ان احنا ننزل الكحل لتحت. هستخدم اللون البني ده كده كتير، كمية حبة حلوين يعني، وهحطه تحت الكحل الابيض ده على طول. يعني بصوا كده كأني برسم ايلاينر، وشايفين الخط اللي احنا عملناه ننزل تحتيه، يعني ننزل لتحت كده ما نحطش فوق الخط. تمام. نجيب فرشة صغيرة زي دي وهاخد ميكس اللون ده مع اللون ده، وهدمج بقى اللون البني اللي انا حطيته ده. ده شكل الرموش اللي انا حابه استخدمه النهارده. كارلا ورايا وصحيت وحرفيا خربت الدنيا، فهتلاقوا العين دي متكروته جدا جدا لاني مش لاحقه. عارفين اللي هو الدنيا بتجري ورايا، وحقيقي المكياج كله اللي انا وريته لكم تقريبا اتمرمط اتبهدل في الارض. فاخر حاجه خالص انا بس حطيت كحل بني عند مكان الرموش من هنا ومن هنا، وحطيت كحل بني كمان برضو في اخر العين من تحت. وممكن تطلع لكم راسها دلوقتي، اعملوا نفسكم مش شايفينها عادي. دلوقتي هاخد اللون الجليتري ده او اللي بيلمع ده، هحطه بالفرشة دي في المقدمة بتاعة العين. بس يا كركر اهي، كارلا اهي، شايفين عينيها؟
شايفين راسها وهي لسه صاحيه من النوم؟ لا لا لا، الكاميرا دي ما بتتاكلش. هي فاكره ان الكاميرا بتتاكل دلوقتي وداخله هتاكلها. نصبر يا كركوره نصبر، احط بس اللون الجليتري، نصبر ثانيه واحده. اتنقلت قعدت هنا لان الشمس جايه في وشي بالظبط. عايزه اقول لكم وحياه ربنا ما شفنا الشمس بقالنا اسبوع. بس ايه ده، جيرمين قعدت تصور شمس شهر 8 تطلع بقى. والحاجات اللي بتتكسر ورا دي مكياج. ايوه هو مكياج، ومش عارفه اسيطر على الوضع اكتر من كده. كارلا دقيقه لو سمحتي، دقيقه. شايفيني وانا ام تربيه ايجابيه عشان ما اقومش اديها بالشبشب دلوقتي. نعتبر الصوت اللي في الخلفيه ده مش مهم، الجزء ده كله اتكروت، مش قصه برضو، مش مشكله. استخدمت الروج ده. الروج ده ناعم جدا جدا من عند شيجلام. الدرجه اللي معايا ديت اسمها وندرلاند. هما بيجوا 3 درجات مع بعض كده. الدرجه دي تحفه، هي الدرجه اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي، بس انا حطيت عليها جلوس خفيف كده لان هي الدرجه مات اهو. هما بيجوا 3 الوان مع بعض. الدرجه دي انا شايفاها ان هي البديله بتاعت ميبلين اللي هي درجه 65 اللي هو سوبر ستاي. حلوه وناعمه على الشفايف، مش بتنشف الشفايف خالص، بس مش ثابته قوي زي بتاع ميبلين الصراحه. بس هو انعم بكتير من بتاع ميبلين، وبعد ما بتمسحيه ما بتحسيش ان شفايفك باظت. بس كده يا بنات، هو ده بيكون شكل الميك اب لوك النهائي. بتمنى من كل قلبي ان الميك اب لوك يكون عجبكم. بصوا شايفين الهايلايتر فظيع. لو اللوك عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتات كان اللوك عجبكم ولا لا، او اي